يتعلق بكامب ديفيد، فزي ما ذكرت هذه اتفاقية ما يجحف فيها بالحقوق المصرية لن نتحمل منه شيئا، وسنعدله بإذن الله بالمفاوضة وبالوسائل الدولية المختلفة. ما يتعلق بدولتين هذا ليس في الاتفاقية، هذا في الإطار العام لسلام الشرق الأوسط اللي وقعه بيغن والسادات وكارتر، وهذا الاتفاق الإطاري لم ينفذ. وقيام دولة فلسطينية ضرورة، قيام دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني المحتل ضرورة، دولة فلسطينية تجمع بين الشعب الفلسطيني المحكوم عليه بالغربة منذ 48 أو من 36 من هجروا في 36 إلى الآن يجب أن يعود، دولة فلسطينية تضمن حق العودة، هذا كله ضرورة. إخواننا من المقيمين على أرض فلسطين من غير المسلمين من غير المسيحيين العرب اللي هم اليهود اللي جايين من كل أنحاء الأرض يبقوا جزء من هذه الدولة، دولة متعددة القوميات متعددة الهويات زي ما حصل في جنوب أفريقيا. نحن ندعو إلى دولة موحدة في فلسطين لا إلى دولتين. يعني سقط حل الدولتين. أنا رأيي أنه ساقط من يوم ما أنشئ. هناك دولة موحدة في فلسطين، أهل فلسطين هم أصحابها، المسلمون والمسيحيون العرب هم أصحابها، اليهود الذين جاءوا من 36 أو من 34 إلى الآن وجلسوا وأقاموا الدولة واغتصبوا الأرض واحتلوها، دورهم هيبقى دور البيض في جنوب أفريقيا، جزء من الشعب لكنهم ليسوا أمراء الدولة والتانيين عبيد عندهم. هذا وضع يجب أن ينتهي. ينتهي إزاي؟ ينتهي بتفاوض، ينتهي باتفاقات، ينتهي بجميع الوسائل المتاحة لها لفلسطين. لكن دولتين بمعنى أني أقر قيام دولة أجنبية على جزء من الأرض العربية، أنا لا أقر هذا. نعم. دكتور